بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناه، فيديو جديد ان شاء الله. غادي نشارك معكم العدس والسمك. خليكم مع طريقه التحضير ديالهم ان شاء الله. بدايه غادي نشرملو، نديرو الشرموله الحوت ديالنا. هنا عندي واحد شويه تاع سمك القرش، وغادي ندير الكمون والتحميره وشويه بزار والملحه. ونعصر واحد نص حامضه وقزبر ومعدنوس، واحد 3 الفصوصه ولا 4 تاع الثومه محكوكين. وغادي نخلوه هكا في الشرموله ديالو واحد نص ساعه ولا بلا ما وجدنا العدس، وعاد نقليوه. هنا العدس راني نقيته وغسلته 3 ديال المرات ولا 4، ولا على حسب يعني القطاني راه كيكونوا دايرين لهم الدواء. زيد عليه شويه نتاع الزيت، غادي نقليه واحد شويه. هنا راني زدت 2 تاع الفصوصه نتاع الثومه، ودرت العطريه، يعني غير العطريه اللي درت في الحوت. زدت فيه غير واحد شويه نتاع القرفه، يعني درت شويه كمون وتحميره وبزار وشويه على راس المعلقه تاع القرفه والملحه. وغادي ديروا الماء طايب، يعني تكون سخون، لان العدس قليناه. الا درتوا له الماء بارد غادي يقبض لكم الطياب شويه عاد يطيب. الاحسن ديروا الماء طايب باش يطيب معكم في الساعه. العدس ديالنا راه يطيب، وانا غادي نرمدو هكا الحوت ديالنا في الدقيق. انا راه عندي هنايا دقيق الكامل، غنحيد له النخاله تاع القمح، حيدت له ديك النخاله يعني، ورمضت فيه هكا الحوت. كيجي بنين بهاد الفرينه، يعني الدقيق ديال القمح احسن من الفرينه. صافي غادي نديرو الزيت سخون باش نقليو الحوت ديالنا ان شاء الله. وديروا شويه الزيت يعني بالزايد على حساب الحوت، يعني شويه غليظ باش يطيب مزيان. سمك القرش كنت درت معكم فيديو سابق. سمك القرش بالزبيب والبصله كيجي رائع. اللي بدلت اليوم بغيت نديره مقلي مع العدس، في المذاق ديالو حتى مقلي كيجي لذيذ. واخا شويه الزيت شويه واعر علينا، مره كنبغيو نبدلو هكا الحوت. هنا غادي نحيدو ونصفي الزيت. الا كانت ما كانش عندكم محروقه صفيوها واللي عاد قليو الحوت اللي بقى. السمك ديالنا راه طاب ووجد. غادي نوجد معكم العدس ديالنا ان شاء الله في طبق التقديم. وهاد الطريقه اللي درت نتاع العدس راه كتجي رائعه، جربوها بلا كثرت يعني العطريه والمقادير اللي المولف واحد يديرهم في العدس، راه كيجي بنين.
العدس بالطريقة ديالي راه كيجي رائع، نتمنى تجربوه ان شاء الله. وكنشكركم خوتي خواتاتي على الدعم ديالكم، التشجيع ديالكم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.